بأقدام السوبر والماهر والأسطورة بطل أبطال أفريقيا بيفتتح الدوري بالفوز على البنك الأهلي وعلى محمد عادل. قبل ما نخش في أي تفاصيل للماتش، هل ده تحكيم هتعرف تنافس في وجوده على الدوري؟ ده كده واحنا لسه في أول ماتش، امال في مراحل الحسم هتعملوا فينا إيه؟ ولا المهم أصلا إنكم ما تخلوناش ننافس؟ ضربتين جزاء النهاردة كانوا هيضيعوا مجهود مدير فني ولاعيبة، ضربتين جزاء من الخيال. الاولى بنتايج حط ايده على ياو النور قال لك بيلن عشان في التحام وكده يعني. طب ما حسام ليه اختها اهي، ما كانش ده ماسك والتحام وكده وممكن تتحسب عادي بمعاييرك انت اهو، لكن انتم معاييركم لو الزمالك بتقلبوا اوروبيين، ولو على الزمالك بتحسب من ابو لمس. ورغم كده يا ضلالي همشي معاك بانها بيلن. التانية دي ايه بقى؟ يعني عواد ضربه بوشه في رجله ولا ايه؟ ولا خضه فوقعه؟ ولا حسبتها بناء على ايه دي؟ مش فاهم يعني. لا وجاي تحسبها ايه؟ علينا هوا حتى الفار ولا هو هنا. وعلشان النية وسخة انت اللي حاسب ضربتين البنك بنفسك، اما اللي اتحسبت لنا الفار هو اللي رجعك فيها، رغم انها اوضح من الاتنين التانيين. الفار رجعك لانها كانت هتبقى كارثة مش فضيحة وبس، لكن العيب مش عليك، العيب على المجلس اللي ساكت. وطول ما هو فاكر ان السكوت احترام وان الاحترام ينفع مع الاشكال دي اصلا، هنفضل في القرف ده ومش هنخلص منه. بدأ جوميز بعواد بنتايج شمال وعمر يمين، حسام وحمزة في القلب، شحاتة وناصر وعبد الله حمدي وزيزو، قدامهم عمر فرج. تشكيل حاول فيه جوميز يجاوب على 3 أسئلة: مين رقم 6 ودونجا مش موجود؟ مين الجناح الشمال ولا مؤاخذة يعني شلبي مش موجود؟ ومين المهاجم لأن مفيش حد موجود. الحقيقة إن شحاتة جاوب بشكل معقول إنه ممكن يكون هو ال6 في غياب دونجا، أما حمدي منفعش ولا حتى بالتبادل مع ناصر ماهر، وعمر فرج لسه قوي كمان. بدأنا الماتش زي ما متعودين دايما مع جوميز، الكرة في رجلينا، استحواذ، وبنحاول نعمل هجمات على الأرض، ولكن فاجئنا البنك الأهلي بالضغط العالي اللي عمله بلعيب واثنين وثلاثة وفي أوقات كتير 4 كمان. وبان كمان إن جوميز عايز يخترق من العمق. في الكرة اللي قدامك دي بتاعت عمر فرج ينزل يسند مع ناصر وناصر ياخدها ويروح، ولكن ما ظبطتش. ولكن الفكرة كانت موجودة. نفس الكلام برضو إن في جديد في الكور الثابتة، وانت طبعا هتفتكر إن هتكلم عن كرة الهدف، لا، في كرة قبلها كان عليها زيزو وموجود مع عبد الله، حاولوا يعملوا منها جملة إن هي تتباصى وتتلعب في الظهر وبعد كده تتلعب بالعرض، ولكن طولت وما ظبطتش لحد ما جت كرة الفاول اللي جه منها الجون. عبد الله يفاجئ الكل، وبدل ما كان المتوقع إنه يرفعها في الجون بنلاقيه لعبها بالعرض على حدود ال6 وطلع لها ناصر منين ما تعرفش وكتمها في الجون. جملة حلوة من عبد الله ومن ناصر ماهر، ولكن أكيد إنها أحلى من جوميز. هدف بيخلص الشوط الأول للزمالك. بيعمل جوميز تبديلين قبل بداية الشوط الثاني، بيخرج عمر فرج ومحمد حمدي اللي زي ما قلنا في اول الفيديو ان هم ما كانوش ظابطين خالص اي حاجه، لا ده ظابط في المهاجم وانه لسه بدري قوي، ولا ده ينفع شكله كده في الجناح. بينزل الاسطوره ناصر منسي ومعاه كونراد مشلاك عشان يعدل الملعب، وناصر يروح بقى خالص في قلب الملعب. 1-0. الشوط الثاني بادئين بتغييرين، لكن محمد عادل يقول لك لا ازاي ودي تيجي كره عاديه فيها التحام، لكن مش دي اللي تتحسب. وزي ما قلنا في اول الفيديو كنت حسبت بتاعت حسام، لكن انت لا مش هتحسب بتاعت حسام، لكن دي هتحسبها. المهم حسبها الضلالي ودخلها محمد هلال من البنك الاهلي وثبت عواد وحطها جون عشان يبقى الماتش 1-1 ويروح في سكة تانية خالص غير اللي كان بادئ بيها. عشان الرد يجي بسرعة، كورة بيدوس عليها ناصر ويقوم ماشي ورفع الاوفر دوا للاسطورة السوبر ويحطها عشان يجيب للزمالك الجون الثاني وتبقى 2-1. بعدها بتيجي كرة خطيرة للبنك الأهلي، ولكن عواد برد فعل عظمة يشيلها قبل ما تخش جون، لكن بنلاقي فجأة زيزو جاله شد وعايز يخرج، وده طبيعي على فكرة. ممكن انت تستغرب هو زيزو بيجيله شد؟ اقول لك هو زيزو ريح. اخر مرة شفته مش موجود مع الزمالك او المنتخب الاول او الاولمبي كانت امتى؟ الراجل بيلعب كل الماتشات وبيسافر كل السفريات، طبيعي، وربنا يستر وما يقعش مننا كمان عبد الله. المهم بيخرج زيزو وينزل مكانه العائد من بعيد فتوح. الحمد لله على السلامة، اتمنى تتعلم
وتكون بداية جديدة ليك. واحدة واحدة بقى كده معايا. الصورة اللي قدامك دي واحنا كسبانين 2-1، قول لي انت بالله عليك ايه اللي يستدعي ان يحصل كرة زي دي وموقف زي ده 2-1 واحنا اصلا اللي كسبانين؟ طب انا افهم ده لو خسرانين اخر الدقايق، متعادلين واخر الدقايق، لكن ايه المبرر يا ابني؟ انت كسبان 2-1، ايه السرحه دي كلها؟ وطبعا هنيجي للبيلين واتكلمنا عليه في اول الفيديو، ولكن الموقف اصلا من اساسه غلط. طب يا جماعه الناس اللي قاعده على الدكه دي دورها ايه؟ ما تقول للاعيبتك انتوا سارحين، باك يمين سارح، باك شمال سارح، نص الملعب سارح، ومدافع سارح، وفاضل مدافع واحد. ايه يا جماعه الكلام ده؟ هل ده منطق؟ واتكررت هي في ماتش طلائع الجيش كاس مصر اللي جه منها الجون. الناري غلط ويستحق ان احنا نولع فيه، لكن برضو الموقف اتكرر واحنا برضو اللي كنا كسبانين. ايه الفكره في ان احنا نبقى كسبانين ونطلع كل ده؟ اتمنى ما تكونش تعليمات من المدرب وتكون اللعيبه بتسرح، وان كان برضو المدرب غلطان في انه ما بيفوقش لعيبته. طبعا بتكمل الكوره وبيلعبها للي معاه. عواد ما عندوش اي حل غير انه يخرج، وفجاه كده من لا شيء محمد عادل يقول لك بيلين. يعني الصوره اللي انت شايفها قدامك دي بيلين؟ يعني هو اللي يدوس عليه وهو اللي ياخد البيلين؟ بيحسب البيلين الضلالي، والفار كالعاده طبعا ما بيرجعهوش. مش على الزمالك ما بنرجعش، معروف. وبتبقى النتيجه في اخر الدقايق 2-2. بعد النتيجه ما بقت 2-2 جوميز ما بيلاقيش قدامه حل غير انه يطلع واحد من الثلاثه اللي في نص الملعب، وطبعا مش هيطلع عبد الله ومش هيطلع زياد كمال اللي هو نزله، فطلع شحاته رغم اعتراضي على ده وشايف انه عادي. لا، ارمي زياد كمال في داهيه، مفيش مشكله ممكن تطلعه. وبينزل مكانه الجزيري عشان يحاول يعمل عمق في الهجوم. وفي الوقت الضايع كوره بيعلقها حمزه، بتنزل بيحاول عليها ناصر، بتيجي في ايد سيد نيمار. طبعا الحكم مش محتاج اقول لك ما شافهاش، ما حسبهاش ولا عمل اي حاجه، عادي. ليه؟ ما هي لصالحنا، لينا احنا. اما هو في اللي علينا بيلين على طول مرتين بيلين، والكره اللي اوضح منها ما شافهاش. المهم الفار بيرجعه لانها كانت هتبقى كارثه. دي بقى كانت هتعدي الفضيحه، كنا هنروح في مرحله الكارثه لما كره زي دي في الوقت ده الفار ما يرجعوش فيها. بيروح الضلالي ويرجع يقرر انه خلاص هيبطل في اللحظه دي انه يبقى ضلالي، لانه مش هينفع اكتر من كده. خلاص الزمالك كل مره احسب عليه بيلين يتعادل فيه البنك والزمالك يرجع يتقدم تاني، هنفضل كده؟ لا طبعا، كانت هتبقى باينه اكتر ما هي اصلا ريحتها فايحه. بيرجع ويحسب البيلين، بيخش من عندنا الاسطوره والاسطوري عبد الله، عشان زي ما احنا كلنا كنا قاعدين بنحتفل، ما احنا عارفين ان عبد الله باذن الله هيسجلها. طب والله العظيم يا عبد الله بتندمنا على كل لحظه كنت فيها بعيد عننا. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي فرط انك تكون عندنا من 2019. وبجون عبد الله تبقى النتيجه 3-2 والزمالك يخلص اول ماتش ليه في الدوري بالفوز والثلاث نقط. كلمتين كده بس عن 4 لعيبه. 2 لعيبه انا مبسوط منهم قوي، و2 لعيبه انا زعلان. ال2 لعيبه طبعا ان انا مبسوط منهم اولهم الاسطوري عبد الله السعيد. طبعا ده مش غريب على عبد الله، ولكن عبد الله باللي بيعمله معانا ده بتزيد غلاوته اكتر واكتر. اما التاني بصراحه المستوى ده مفاجاه، يعني احنا عارفين انه لعيب جامد وقوي، ولكن معانا احنا لا، بنشوف نسخه جديده. طبعا انت عارف اني بتكلم عن ناصر ماهر. اما الاتنين اللي زعلان منهم عمر جابر، وهلتمس له العذر انه لسه راجع من الاصابه، لكن الاداء النهارده كان كارثه وكاشف دايما الخط بتاعك. اما المسلوسي محتاج تفوق شويه يا اخويا، مش ده الاداء ولا الرجوله اللي احنا بنستناهم منك. اما بقى الكوتش الكبير صاحب الليله دي كلها، فانا شهادتي فيه مجروحه. الراجل ده انا بحبه خلاص، وبحبه والله من قبل السوبر الافريقي بكتير. فكده كده انا مش محتاج اقول لك ان جوميز مدرب كويس ولا ان هو مدرب جامد، انت كده كده عارف من الشغل ومن الاداء ان جوميز مدرب كبير. اخيرا فوز مهم كنا محتاجينه تجنبا لاي بدايه تحبط الفريق، خصوصا بعد خساره السوبر المصري. ولكن الحمد لله قدرنا نكسب عشان نكمل والنغمه تستمر في محاوله باذن الله للفوز بالدوري، او على الاقل التاهل لدوري ابطال افريقيا، لان زي ما احنا كلنا عارفين الزمالك مش مكانه الكونفدراليه ابدا.